السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وبألف صحة. هنصلي على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. وبقى قلنا بقى هنعمل أكل ايه النهارده يا ولاد الأصول؟ هتعملي ايه يا بنت الأصول؟ هتعملي ايه؟ قلنا بقى نعمل صينية بطاطس كده حلوة ومعاها ايه؟ أحلى فراخ مشوحة. بصي هتعملي صينية بطاطس بإذن الله زي العسل. هنعمل صينية بطاطس ايه وهنشوح الفراخ دي وحاجه كده ما شاء الله عليها. لا هتلاقي البطاطس مهريه والفراخ مهريه، لا هتلاقي كل حاجه زي الفل. تلاقي البطاطس ماسكه نفسها مستويه ومزبده بس مش مهريه، وهتلاقي الفراخ متشوحه بالتوابل الجميله بتاعتنا دي وحاجه بسم الله ما شاء الله. تعالي بقى نشوف ايه هي مقاديرنا. معايا هنا بطاطس مقطعاها شرايح. انت هتعملي صينيه صغيره صينيه كبيره، طبعا دي حاجه طبعا في ايدك انت. انا هعمل صينيه كويسه يعني وسط، فجبت البطاطس ورحت مقطعاها شرايح زي ما انت شايفه كده. بس انا مش عايزاكي تقطعيها شرايح رفيعه علشان ما تتهريش منك. بصي زي كده قطعي الشريحه تبقى ماسكه نفسها كده وايه وعريضه، مش رقيقه كده وتتهري بسرعه، لا. يبقى انا هنا معايا بطاطس، معايا هنا 3 بصلات. عندك هتحطي 2 كبار تمام، انا حاطه 3 عشان الاتنين دول مش كبار قوي، فحط عليهم واحده صغيره. ومعايا توم، معايا قرنين فلفل حامي، مش عايزاها حراقه بلاش الفلفل. وهنا طبعا ايه البطل معانا الفراخ. تعملي بدبابيس، هتعملي بوراك، تعملي بصدور، تعملي بفرخه كامله وتقطعيها اللي انت عايزاه. انا هعملها بوراك بتاعتنا دي. معايا بابريكا، معايا كزبرة، معايا بهارات اللي هي البهارات السبعة، ومعايا 2 قلب ماجي، ومعايا فلفل أسمر، ومعايا ملح. طبعا الملح مش هنكتره. ليه مش هنكتره؟ عشان طبعا احنا معانا ماجي. خلي بالك من النقطة دي ان الماجي بتبقى معاكي حقيقة. وهنا معايا معلقة صغيرة قرفة، القرفة دي مهمة ما شاء الله عليها. وهنا معانا عصير طماطم. هنعمل ايه بقى؟ هنروح كده على البوتاجاز ونشوح الفراخ بتاعتنا دي تشويحه حلوه. السمنه بقى هناخد كده مكان معلقه كده على الصينيه، ونزود ورق رولي على الطبق بتاعتنا. يلا بقى بينا على البوتاجاز. هنا بقى كده حطيت صينيه على البوتاجاز، هننزل عليها حوالي 2 معلقة سمنه. السمنه كده سخنت معايا، رحت نازله بقى نازله بالتوابل. حط ورق رولي، حطي ماجي، عندك ماجي باودر تمام حطي، عندك قوالب زي ما انا حاطه كده برضو تمام، مفيش اي مشكله. الفلفل الاسمر، اهم حاجه بقى القرفه. زي بقى القرفه كده والبابريكا. انا ما حطيتش التوابل كلها علشان انا هحط توابل برضو لسه في الفراخ، فانا ما حطيتش التوابل كلها، حطيت نصها. يا سلام على الريحه، مش قادره اقول لكم يا ولاد الريحه جميله ازاي ما شاء الله. جيبي لي بقى كده التوابل دي تطلع ريحتها. ننزل بقى كده بالفراخ.
وقلبيها بقى تقليبه حلوه، وما توطيش عليها البوتاجاز، خلي البوتاجاز عليها نار عاليه مش هنوطي دلوقتي. نقلبها بقى كده تبقى حلوه. تفضلي بقى كده قلبي فيها لحد ما تشرب التوابل بتاعتها دي، تاخد لون. هنا بقى ايه مسكت كده كام فص توم، حبه حلوين يعني، وايه والثوم اللي انا وريته لكم اللي كان مع البصل اخدت نصه وقطعته بالسكينه. انزلي بقى كده على الفراخ دي وقلبي بقى وشم الروايح. طريقه جميله وطعم الفراخ مش هتبطلي تعملي صينيه البطاطس بالفراخ المشوحه الجميله دي. قلبي بقى كده، تفضلي تقلبي فيها لحد ما ايه ما تنزل بقى كده ايه ميتها وتشرب الصوص بتاعها والتوابل والجمال ده. بصي البابريكا اللي احنا حاطينها مخليه اللون الطابل عامله ازاي، جميله ما شاء الله. تعالي بقى ايه عقبال ما الفراخ تتشوح هنعمل صينيه البطاطس. بسم الله. ننزل كده بالبطاطس، البصل ده هنقطعه جوليان كده جوانح. صينية بطاطس مش هتاخد معاكي وقت خالص. اعملي بقى جنبيها شويه رز، احلى غدا. قطعت البصل على البطاطس. ننزل بقى كده بشويه الثوم الحلوين دول، وبرده هنقطعهم حتت صغيره. الثوم بيديها ريحه ما شاء الله جميله. ريحه الفراخ والله يا ولاد قلبة الدنيا، ريحتها جباره. تلاقي الوقت الجيران بتخبط عليكي تقولك انت عامله غدا ايه. بصي يا ستي الفلفل اهو بس حراق، خلي بالك انت بقى عندك اطفال او مالكيش في الحراق بلاش منه، لكن طبعا بنت الاصول بتحب الحراق بطريقه فظيعه. لدرجه يا ولاد والله ولادي يقولوا لي يا ماما حرام عليك يا ماما. يا ماما الاكل حراق قوي. حلو يا ولاد، تحبوا سبايسي يفتح النفس. قطعنا كده ايه البطاطس وحطينا عليها البصل وحطينا عليها الفلفل وحطينا عليها الثوم. هننزل بقى بايه؟ هننزل بالبهارات الباقيه معانا، اللي هي ايه البهارات؟ اللي هي كزبره ناشفه، بابريكا، فلفل اسمر، بهارات كمان اللي هي البهارات السبعه دي، وقالب ماجي. طيب هنقلب بقى كده، ندعك البصل ده بايه؟ هندعك البصل بالتوابل، وندعك كده البصل دي دعكه كده حلوه بسم الله بالتوابل.
نركن كده البطاطس ديت. عايزين البصل بالفلفل بالثوم بالبهارات، ندعكوا كده ايه دعكه كده حلوه. خلاص بقى دعكناه اهو. قلبي لي بقى البطاطس بايه؟ بالبصل، توم، بالتوابل، بالفلفل. خلاص يا جماعه قطعناه ايه وتبلناه وقلبناه وسليت البطاطس. شفتوا اسهل من كده يا حبايبي؟ اظن مفيش اسهل من كده. خلاص كده هننزل عليها بالطماطم. بسم الله. هتحطي معلقتين صلصه على الطماطم تمام حطي، لكن انا مش هحط صلصه وهوريكي لونها هيبقى عامل ازاي. قلبيها بقى كده وتشوفي حيائها، ولو عايزه طبعا ملح اظبطي حيائها. تعالي بقى كده ايه نشوف الفراخ عملت ايه. تعالي بقى نقلب الفراخ. الفراخ يا ولاد سعرها اليومين دول ما شاء الله رخيصه مش غاليه. قلبيها بقى كده على الجنب التاني عشان كلها تتشرب معاكي. قلبنا الفراخ. هنعمل ايه بقى؟ صينيه البطاطس قبل ما نولع عليها البوتاجاز هتحط لها معلقه سمنه كده معتبره، سمنه عاديه هولندي اللي عندك مش هيقول لا. هنا كده ايه البطاطس اهي تستوي نص سوا، وبعد كده ايه نشوف هنعمل فيها ايه. هنا بقى الفراخ خدت لون اهي، هننزل عليها بميه سخنه، ميه من الكاتل سخنه، وهغطي عليها. خلاص كده هنا البطاطس خلاص فاضل لها حوالي 10 دقايق وتستوي سوا كامل. هناخد بقى الفراخ بتاعتنا ونعمل ايه ونحطها على البطاطس علشان تاخد معايا لون. هنعمل بقى كده بسم الله الصينيه بالصوص بتاعها نقول كده على البطاطس. بقى حطينا الفراخ على البطاطس بالصوص بتاعها بورق الرول بكل حاجه. هنروح على الفرن نشمع الفراخ ونشمع البطاطس كده وتاخد لون ونخرجها. تعالي بقى هنا ايه نعمل كده شويه رز بشعريه عقبال ما البطاطس والفراخ ياخدوا معانا لون في الفرن. هنحط كده معلقه سمنه حلوه، عليهم ايه عليهم شويه زيت. السمنه والزيت كده سخنوا معانا، هننزل كده بشويه شعريه. عايزه انت تعمليه ابيض تمام برضو بيبقى حلو مع البطاطس، وبيبقى برضو خفيف وجميل. بس انا كنت قريب عاملاه ابيض برضو مع بطاطس. المره دي ان شاء الله نعمله ايه بشعريه. حمري بقى الشعريه بتاعتك، اوعي ايدك تسيبي الشعريه لانها ما بتاخدش وقت، تحمر بسرعه. خلاص كده الشعريه ايه احمرت معايا. هنزل بقى ايه بالرز. نلاقي بقى الشعريه كده مع الرز تقليبه حلوه. هنا بقى احط كده ايه قلب ماجي. انا بحب اول ماجي في الرز. واحط ايه كمان ندعه فلفل اسمر مش كتير عشان ما يغمقش.
وشويه ملح. عندك بقى شوربه حطي، انا ما عنديش شوربه عشان كده حطيت ماجي. نقلب بقى تقليبه حلوه، قلبناه كويس. حطي بقى كده ايه الشوربه بتاعتك او الميه الموجوده عندك. ما عندكيش شوربه حطي قالب ماجي وخلاص. لكن انا ما عنديش شوربه عشان كده حطيت ماجي. انت عندك شوربه تمام حطي شوربه. تظبطي بقى كده حياءه وتظبطي ميته، وبعدين ايه زي الفل. خلاص كده ظبطنا حياءه، نغطي بقى عليه، واول ما يشرب ميته هنروح موطين عليه. هنا خلاص ايه شرب الميه بتاعته واديناه تقليبه. ايه بقى هنوطي عليه خالص ونغطي عليه. هنا خلاص شرب الميه بتاعته واديته تقليبه. هوطي بقى عليه شمعه لحد ما يستوي. ايه خلصنا صينيه البطاطس، وبقى مش قادره اقول لكم على ريحتها وطعم الفراخ فيها بسم الله ما شاء الله. وهنا بقى عملنا كده شويه رز بشعريه، حاجه جميله ولا خدت مني وقت ولا اي حاجه. والبطاطس بسم الله ما شاء الله عليها وعلى جمالها. يعني البطاطس مش مستحمله المعلقه. بصوا الجمال بجد ما شاء الله، جميله سهله. من اقل حاجه لو هتعملي نص كيلو بطاطس ونص كيلو فراخ، يا ربي تعملي نص كيلو وراك واسمك عملتي غدوه حلوه من غير تكلفه ومن غير مجهود ولا اي حاجه. بصوا جميله بسم الله ما شاء الله بجد، ريحتها وطعمها. والفراخ كده شربت من الصوص اللي احنا عملناه، شربت من التوابل، ونهار ابيض على جمالها بجد جميله جدا ما شاء الله. وهنا برضو الرز حاجه جميله. بصي مفلفل وجميل ما شاء الله ازاي، حاجه بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله صينيه البطاطس دي تعجبك، وتشويحه الفراخ الجميله دي ان شاء الله تعجبك وتجربيها. ولو عجبك بقى الفيديو تعملي لي لايك وتعملي لي اشتراك في القناه علشان تنوري القناه يا ست الكل. مع الف سلامه، وان شاء الله اشوفك في فيديو جديد. مع الف سلامه.